بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الحلقة: المؤرخ القدير الأستاذ الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور بين الاتجاه القومي والإسلامي. في عام 1963 أصدر هذا العالم القدير كتابه العمدة الحركة الصليبية، صفحة مشرقة في تاريخ الجهاد العربي في العصور الوسطى. و1963 بعد 8 سنوات من العدوان الثلاثي على مصر من جانب إنجلترا وفرنسا وربيبتهما إسرائيل، والكتاب صدر في ظروف المد القومي، مرحلة الستينيات، وما أدراك ما مرحلة الستينيات. وميزة الكتاب بصراحة أن مؤلفه له حس عربي إسلامي. والده عبد الفتاح عاشور كان أستاذا في كلية دار العلوم. الآن تجد كتابات لبعض الشباب يتصور أن الأكاديميك رايتنج أن يكتب مثل الأوروبيين. جميل، قلد الأوروبيين وضع هوامش إنجليزية وفرنسية وقل أنك وسترنايزد، متغرب وبلا هوية. متى يحترمون الغرب؟ بل متى نحترم أنفسنا بأنفسنا؟ عندما تكون لنا هوية خاصة بنا. فيما بعد صدر كتاب بعنوان صفحة مشرقة في تاريخ الجهاد الإسلامي في مصر، وهذا هو العنوان الأدق. طبعا لست في حاجة إلى القول بأكذوبة العصور الوسطى، لا يوجد شيء اسمه عصور وسطى، هذه أكذوبة كبرى وقعنا فيها بأنفسنا، ومن وقع فيها سعد به. شيء غريب للغاية، ولن أمل من التأكيد أنها أكذوبة. التقسيم الثلاثي جريمة علمية، ومن المؤسف والمؤلم والمحزن أن لجان الترقية تعتمد هذا التقسيم، فيقولون أستاذ التاريخ القديم، أستاذ العصور الوسطى، أستاذ التاريخ الحديث. كل تاريخ معاصر. لكن هذا التغيير في العنوان وفي السبتايتل يدل على أن الرجل يملك التطوير، وكتابه لا يزال إلى يومنا هذا يحتفظ بقيمته، وواضح تماما المجهود الضخم الذي بذله. وقيل لي على لسان أحد تلاميذه أن مكث فيه 4 سنوات من العمل الشاق في عصر لم يكن فيه إنترنت. الآن الشباب يقول لك كله عن النت. طيب أنت في عصر النت اعمل لنا كتابا مثل الحركة الصليبية، لن تستطيع. بالكاد يكون تفكير جيل الشباب الحديث أبحاث ترقية. ماذا بعد أبحاث ترقية؟ وأرجو ملاحظة أن طبعة 63 مكتوب على الغلاف الأستاذ المساعد بآداب القاهرة. يقوم العلامة سيد عاشور بإعداد هذا العمل الضخم وهو أستاذ مساعد. أين من شباب الباحثين في جيلنا هذا من يقوم بمثل هذه الأعمال؟ لا تبحث لأنها غير موجودة، أنت تبحث عن سراب. وواضح أنه كان صاحب مشروع وعالم كبير. فأنا أترحم على هذا الرجل الذي غير عنوان كتابه لقناعته أنه الجهاد الإسلامي وليس الجهاد العربي، وهذا هو الصواب. شكرا جزيلا.